السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه واخباركم ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير، منورين الدنيا ومنورين حياتي. بصوا يا جماعة، طب تعالوا بقى نصلي على النبي عشان ما ننساش البركة بتاعت الفيديو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على الشفيع. عطروا يا جماعة بكم بذكر النبي، وعطروا بكم بذكر النبي، لان حبايبي مش احلى من الصلاة على النبي. فيها الخير وفيها البركة وفيها كل حاجة حلوة في الدنيا. يكرمنا ويكرمكم يا رب بكل الخير ان شاء الله باذن الله من غير مقاطعه. دول 3-4 بصلات كبار كده. هنعمل النهارده اكبر فطيره في مصر، في جمهوريه مصر العربيه. هعمل كيلو دقيق او كيلو ربع دي، هعمله فطيره واحده بس. ايوه اللي انتوا تسمعوا لي دوت صح. تعالوا بقى ايه، جهزوا كده نفسكم نشوف احلى فطيره واكبر فطيره ما شاء الله ما شاء الله الله اكبر في جمهوريه مصر العربيه. تما. طب هنعمل ايه؟ دول 3-4 بصلات، البصل حسب ما انت عايزه، بصلتين بصلايه اللي يريحك، بس البصل اللي بيبقى كتير بيشرب من طعم اللحم والحاجات اللي بتتحط والكلام ده، بيبقى طعمه في منتهى الجمال بصراحه يعني. تمام. طب ماشي، واحده واحده كده. دول ايه يا دوبك دبلت، بس البصل حط هنا زبده وحاطه زيت. ديت نص كيلو ايه، نص كيلو لحمه. ماشي اهو، نص كيلو لحمه. في ناس بتشوح اللحمه الاول وترجع تحط البصل، براحتك. الحاجات دي يا جماعه حسب ما انتوا عايزين، انا هوري طريقه وانت حسب ما تعملي اللحمه المعصجه اللي هي ام بصل دي براحتك اللي يريحك يا قمر. في ناس بتحط اللحمه تشوحها الاول، واول ما تنشف كده لونها يغير يحطوا بقى البصل ويحطوا الطماطم ويحطوا جميع الحاجات اللي هم عايزينها. معلش بقى يا قمر انت وهي ان انا ايه قطعت الفيديو. تمام زي ما قلت لكم كده اهوت. هنشوح اللحمه في البصل كده ماشي، وتحطي بقى الحاجات اللي انت عايزاها، جزر، فلفل، توم، خضره، اللي يريحك. الحاجات دي حسب الرغبه بتاعتك وحسب ما انت بتاكلوا. مش كل بيت يا جماعه بياكل زي البيت التاني، او مش كل حد بيعمل بنفس الطريقه. انا عليا وري طريقه وانت عليك تختاري يا قمر. ماشي. بص بقى الحاجات اللي انا هحطها، صلوا على النبي. اول حاجه دي معلقه توم وفلفل اسمر. ماشي، نجيبها كده. تمام. تاني حاجه ده جزر، 3-4 جزرات صغيرين، جزرتين كبار اللي يريحك. بس انا عامله طبق كده عشان بجد الجزر اليومين دول اساسا مسكر وزي العسل، فبيخلي الحاجه طعمها تحفه في منتهى الجمال. دي طماطميتين مبشورين. ماشي. ده نص قرن ايه فلفل، براحتك بقى، عايزاه حامي عايزاه بارد اللي يريحك. تحطي بقى الملح بتاعك والفلفل الاسمر وتوابلك اللي تحبيها، قرفه حطي، جوز الطيب حطي اللي يريحك. الحاجات دي حسب الرغبه يا جماعه. ماشي حبايبي. انا مش هحط ميه ليه؟ علشان انا عايزاها ناشفه، انا مش عايزاها طريه. الجزر هيطرى ماشي، هينزل ميه، والطماطم وكل حاجه هتنزل ميه دلوقتي. انا مش عايزه ميه علشان انا عايزاها ناشفه. خلاص. وانا عجنت كيلو دقيق، وبرده كان زودت يجي ربع كيلو دقيق برده عليه، يعني قولوا قيمه كيلو وربع. ماشي. العصاك ده بس يستوي كده اهوت. ماشي حبايبي. وهرجع لكم بقى تاني ان شاء الله مع اكبر فطيره في جمهوريه مصر العربيه. سلام. بصي بقى يا قمر انت وهي، مش بس ايه نعمل اضاءه شويه. تمام، 100. ادي ايه اللحمه المفرومه اهيت، ام جزر. بصوا ناشفه ازاي، ما فيهاش اي ميه خالص، انا ما حطيتلهاش نقطه ميه. الطماطم بقى والبصل والحاجات دي كلها نزلوا ميتهم والدنيا ظبطت تبقى زي الفل. طب نركنها بقى كده على جنب. نرجع هنا للعجينه. تمام. زي الاستفندية كده، يعني حته كده مش كبيره قوي، حسب ما انت عايزه. بس انا عشان عايزه اعمل طبقات كتيره مش بكبر حته العجينه قوي. تمام. وادي دول كمان عامله كيلو ربع دقيق. طب ليه ربع كيلو دقيق يا ام محمد؟ انا كنت جايبه كيلو، وحسيت ان اللي انا هعمل الحاجه اللي هعمل فيها الفطيره كبيره، فقلت الكيلو مش هيكفي. حلو، انا ما عدتش والله، انا عملت كده بالبركه، مفيش احلى من البركه. تمام. طب هنعمل ايه؟ استنوا ثانيه وجايه لكم. بصوا انا هعمل ايه، هسوي في الصاج دوت اللي انا بخبز فيه. علشان كده انا قلت لكم هعمل اكبر فطيره في جمهوريه مصر العربيه. تمام. معلش بقى يا جماعه لو الحاجه يعني مش منوره قوي الاضاءه، معلش بقى عشان هو التليفون بعافيه شويه. تمام. طب المهم نرجع للي احنا عايزين ايه نقوله. هنعمل ايه، هحط زيت. تمام كده. بس انا عايزه اقول لكم على حبه حاجات كده وانا ايه شغاله معاكم كده. ماشي. انا حبيت اعمل في الصاج ليه بقى؟ قلت يبقى حاجه جديده
وكلها فطيره واحده بقى، بدل ما اعمل 3 4 ايه صواني، لا كلها فطيره. بص انا عايزه ادهنها كلها، ما تخليش حته من غير ما تدهنيها زيت. زيت يا جماعه مش سمنه، صلوا على النبي. الفطير في الشتاء غير في الصيف. ايه يا ام محمد؟ انا في الصيف لما بعمل فطير بحط زبده وسمنه وزيت، تمام تمام. لكن في الشتاء السمنه والزبده مع الزيت بتنشف، بتجليط، بتمسك بسرعه. طب هنعمل ايه يا محمد؟ انا جبت زبده اهيت عشان برضو الطعم، احنا مش عايزين برضو نستغنى عن الطعم. زبده وحطيت لها ايه معلقتين زيت وسيحتها على النار، تمام. دي هدهن بيها الفطير من ايه على وش الفطير. كل ما افرد حته فطيره كده على الوش حط، لكن هفرد بزيت. هفرد هنا العيش دوت الفطير هفرده بزيت، عشان ما ينفعش يتفرد لا بسمنه ولا بزبده، تمام. هتبقى مجريته كده مش تبقى حلو. خلاص هنجهز كل حاجه وهرجع لكم بقى تاني. بس بقى امال انت وهي تمام. فرات يجي 5 6 فطاير كده اهمت في قلب ايه، في قلب الصاج. ماشي يا حبايبي، عملتهم بالزيت زي ما انا قلت لكم. الشتاء غير الصيف يا جماعه، معلش بس عشان ديت لو غامقه شويه عشان اللمضه، انا بحاول اجيب اللمضه كده شويه عليها عشان الاضاءه بس، معلش. تمام. هفرد كده. انا عملت يجي 5 6 لان ما شاء الله ما شاء الله الصاج كبير. ماشي يا حبايبي، انا قلت لكم الزبده اهيت هدهن بقى كده، ده طبعا طعم اكيد. ماشي. هعمل برضو 5 6 كده هفردهم، تمام. يعني بين كل طبقتين او 3 هحط بقى اللحمه المفرومه. هعمل طبقه تانية وهرجع لكم. بصي يا امال انت وهي، عشان انا عملت اللقطه اللي انا بفرد فيها، او اللي انا بفرد فيها الحاجات اللي في الصاج ديت، ما خدتش، ما شفتش العدد اللي ما بيعدش، ما اتصورتش، تمام. فهعملها من اول وجديد. الزيت بصوا بسم الله ما شاء الله، خليها ايه حاجه تحفه تانية. خلاص بصوا عشان بس الستاند. ماشي خلاص جنب بعض كده، وشويه كل شويه كده اهو تفردي تاني. ماشي خلاص. هعمل واحده معاكم دلوقتي شويه الدنيا فيها ايه. بارك السيد محمد. انا قلت بدل ما اعمل ايه فطرتين 3، لا احنا نلمها الدنيا كلها في صاج واحد. ماشي. لكن في الصيف انا بحط سمنه وزبده وزيت. ماشي. في الصيف. الشتاء لا، بفرد بزيت بس وادهن كده زبده. خلاص اهيت مفيهاش حاجه لو اتقطعت. انا حاططها هناك اهي. ماشي اهي. دي الفراغات دي هتتعبى تاني دلوقتي. كل العجين ما يريح وتفردي فيه بيتفرد معاكي. المقصود انا عايزه طبقات فوق بعضها. ماشي حبايبي، شويه شويه كده. كل ما تعمل كده بيفرد. بصوا الفراغات بتعبي. ماشي. واحط واحده هناك هنا وواحده في النص، واحط اللحمه المفرومه. خلاص هعمل مره تانية وهرجع لكم برضه هوريكم هعمل ازاي. اللحمه وابتدي اعمل طبقات ايه، طبقات تاني على الفطير. ماشي حبايبي اهو، ورشه زبده برضه. خلاص هنعمل برضو ايه، ان شاء الله هعملها على حدود 3 طبقات باذن الله من غير مقاطعه. يعني طبقتين لحمه و3 طبقات عجين. كل طبقه فيها يجي ايه 3 4 فطاير، 5 فطاير، على حسب ايه القطعيه. ماشي، على حسب ما انت اللي عايزه هتعملي ايه. ماشي حبايبي تمام. بص حبايبي دي الطبقه الثانيه من اللحمه اهي. ماشي بسم الله ما شاء الله اللهم صل على النبي. خلاص بقى ايه، عندي 2 4 6 8 قطع، تمام. هفردهم بقى عليهم على الوش وهقفل بقى الجناب والمهم. ماشي انا بفرد فيها اهيت. ماشي وهعمل اخر وش بقى دوت، وهكتر عليه الرقات علشان ما فيش حاجه تبقى باينه ان شاء الله باذن الله من غير مقاطعه. وهظبط الدنيا ان شاء الله كده وهرجع لكم. وصلتوا الفكره؟ ادي الفكره. ماشي حبايبي. بص حبايبي انا فردت 4 طبقات. محدش يقول لي ايه ده ومش ايه ده، عشان عملت قبل كده فطير وعملوا عليه حوار، وزي ما كل الناس ما بتعرفش الفطير ايه بيتعمل ازاي.
ادي الزبده، اللمعه دي بقى من الزيت ومن السمنه والحاجه والزبده والكلام ده. ماشي. هفرد بقى الاربع طبقات التانيين عشان احاول ايه ادرق اي حاجه كده ايه اللحمه باينه فيها عشان ما تتحرقش. ماشي حبايبي، بسويها ان شاء الله بقى ايه وارجع لكم اعمل حبه سلطات كده جميله وهرجع لكم ان شاء الله. ان شاء الله ايه يعني هسويها وافرد كل حاجه وارص كل حاجه وهرجع لكم باذن الله. ابص بقى يا مرايا، تمام، فردتها كلها. بسم الله ما شاء الله. لميت الجناب من تحت فردت فيها فله، لك فله شمعه منوره. اكبر فطيره دي ولا مش اكبر فطيره؟ اهي عسل. لو عايزاها بقى وش بيتزا جبنه ومش عارفه ايه والحوارات دي، تقطع بقى فلفل بقى وجبنه ونظبط الدنيا وموتزاريلات ومش عارفه ايه، تمام. بس انا النهارده هستكفى بكده وهعملها من غير جبنه ولا اي حاجه، تمام. هعمل السلطات وهسويها اهوت. معلش بس هي الاضاءه عندي بايظه، تمام. خلاص حبايبي اهي تحفه، عسل 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 عسل، احلى عسل واحلى لايك لاكبر فطيره. عشان احنا عايزينها ايه بقى دي الصوره بقى يا جماعه. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، مش محتاجه اتكلم عنها، عسل، تحفه 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 تحفه، تمام. ادي ايه سامعين؟ سامعين الصوت؟ عسل مقرمشه، تمام، تحفه. الجماعه مش عايزينها بقى مقرمشه وشها مقرمش، عايزين وشها طري. هفتح كاس الاقي كاس الخزين واغطيها 5 دقايق كده اهوت وهتطرى، واجهز بقى السلطات والحاجات دي وهوريها لكم. بس بصوا تحفه تحفه. بس بصوا هقول لكم على حاجه، لو كان عندي جبنه بجد حقيقي انا كنت رشيتها على وشها. ليه بقى؟ مش عشان حاجه، عشان شكل الفطير زي ما انا ايه يعني ايه هنا حته وهنا حته، فالحروف بتاعته باينه، انتوا فاهميني؟ الحرف ده باين وده باين وده باين، تمام. فالجبنه كان هتغطيه خالص، تمام. ان شاء الله المره الجايه باذن الله لما اعملها ان شاء الله هجيب جبنه وارشها عليها، بس طعمها كده تحفه. عمر انت وهي بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، عامله سلطه طحينه وسلطه خضراء، تمام، تحفه. ماشي، تعالى بقى نشوف الجبنه. طبعا انا الصاج مش جاي كله من ناحيتي، تمام. بصوا بقى، طبعا غطيتها، بصوا لما غطيتها طريت ازاي بقت طريه تحفه بمنتهى الجمال. بصوا اهيت راق 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 راق، شايفين؟ بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. اهي تحفه. دي الحتت اللي ما فيهاش لحمه ودي الرقات اللي فيها اللحمه، معلش اللحمه بقى بتقع اهيت، تحفه في منتهى الجمال. عسل 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 عسل، احلى عسل. ندوق بقى حاجه كده ايه خيال. بسم الله الرحمن الرحيم، وبارك سيدنا محمد. عسل تحفه تحفه. اهي بقى يا بنات، شايفين؟ لايك لايك لايك، سلام.